ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنسيح مع بعض الزبدة الفلاحي وهنحولها لسمنة. خلاص موسم شتاء وكل سنة وانتم طيبين، وبنشتري الزبدة. وناس كتيرة كده بتقول انا ما بعرفش اسيحها، انا بتتحرق مني، لونها بيغمق مني، مش بعرف اتعامل معاها كويس. النهاردة هنعمل كل الخطوات والتكات اللي هتخلي الزبدة تسيح معاكي وتطلع لونها تحفة وصافية بالشكل ده، وتفضل معاكي كمان طول السنة بنفس الطعم والريحة. وهقولك ازاي تحفظيها عشان ريحتها ما تغيرش ولا طعمها كمان يغير منك. والمرتة التحفة دي هنطلعها مع بعض من الزبدة اللي احنا هنسيحها. فيلا بينا كده نشوف هنعملها ازاي مع بعض واحدة واحدة. يلا بينا. معايا انا هنا كمية الزبدة بتاعتي. طبعا الزبدة بيبقى فيه منها نوعين، بجري وجاموسي. طيب اعرفهم ازاي من بعض؟ الجانب الكبير ده الاولاني ده مخلط بجري على جاموسي، بيكون لونه كده مصفر شوية، يعني لونه اصفر. الصغير ده الجاموسي بيكون لونه فاتح، يا اما ابيض شفاف، يا اما لونه كده مخضر شوية، على حسب الاكل طبعا اللي بيتاكل في الوقت ده. خلاص. طيب اعرفها ازاي ان هي مغشوشة ولا لا؟ همسك كده جانب الزبدة بتاعي وابدأ كده اخد منه قطعة كده بصباعي. هتلاقيها كده ملمسها ناعم، والزبدة كده بتسيح معاكي ودايبة كده في ايدك. هتدوبيها هتلاقيها كده كريمي، شايفين عاملة ازاي؟ كريمي كده، ويعني ساحت في ايدك خالص كده، تعرف ان الزبدة بتاعتك سليمة وهتطلع معاكي كمية سمنة حلوة. لكن لو قطعتي منها ولقيتيها اتفرولت في ايدك واتفتفتت كده، تعرف ان فيها مية كتير وهتقطع معاكي سمنة قليلة. دي كانت عشان تعرفيها ازاي ان هي هتطلع معاكي سمنة ولا لا. شايفين اللون هنا باين اهو شويه، الصغيره دي الفاتحه دي جاموسي، لكن التانية دي مخلطه بجري على جاموس. ممكن تسيح كل نوع لوحده، ممكن تسيح الاتنين مع بعض زي ما انا هعمل. هنحط الحله بتاعتنا على النار، هحط فيها كل كميه الزبده بالشكل ده. هتهدي النار عليها، لازم تكون النار هاديه طول ما انت بتعملي السمنه بتاعتك عشان تطلع معاكي كويسه، ولونها كده حلو وفاتح وما تتحرقش منك. حطينا كل كمية الزبدة في الحلة، لو الزبدة كتيرة هنحطها تسيح شوية وبعد كده هنكمل. أنا كانت كتيرة هنا، فاستنيت عليها لما ساحت شوية وهبطت لتحت، وبعد كده كملت باقي الزبدة. الكمية معايا هنا دول حوالي 4 كيلو من الزبدة الفلاحي. حطيناهم في الحلة ساحوا معانا. لازم من أهم الخطوات كمان بعد ما تخلي النار هادية الحلة بتاعتك تكون كبيرة. أنا هنا الحلة دي صغيرة، دي مش ينفع أسيح فيها الزبدة، بس أنا عملتهم لأن أنا هصفيهم. لو انت ضامنه الزبده بتاعتك نظيفه ما تعمليش المرحله دي، لكن لو انت حابه تتاكدي زياده ان الزبده بتاعتك نظيفه، هتصفيها بالمصفى زي ما انا عملتها. هجيب حله تاني برضه هتكون كبيره وواسعه، وهنحطها كده وهصفي كل كميه الزبده اللي احنا سيحناها دي. دي هتضمن لك ان الزبده بتاعتك تكون نظيفه، وكمان المرطه بتاعتك تكون نظيفه. يعني لو فيها شوائب كده ولا حاجه هتصفيها بالمصفى. هنا الزبدة بقى بتبتدي تفور لفوق، فلازم زي ما قلنا الحلة تكون واسعة، يعني الزبدة فيها أقل من النص. هتهدي النار عليها خالص وإيدك فيها بقى تقليب مستمر، افضل قلبي فيها بقى. سواء بمعلقة خشب أو بمعلقة ستانلس اللي يريحك، بس انت لو أول مرة تعمليها قلبي بمعلقة خشب. ليه؟ لأن الخشب هيمنعك شوية الفوران. بعد كده هنفضل نقلب فيها بالشكل ده لغاية كل الفوران ده ما راح، وبقيت معانا كده بين السمنة كلها كده من تحت ولونها غير. هبتدي بقى النار كانت هادية خالص، هخليها أقل من الوسط شوية. يعني ما تعليهاش، اوعي تعلي النار، لا خليها أقل من الوسط شوية عشان بس تنجز معاكي. وهتفضلي ايدك فيها على طول وتقلبي بالشكل ده لغاية ما تبدأ تحس ان هي بدأت تفصل من بعض. اهو انا بنضف الكبشة بس كده عشان اوريكم منظرها. شايفين عاملة ازاي؟ هنا اهو بدأت تفصل، يعني في خطوط كده صفرا وفي حتت بيضة، يبقى هنا بدأت السمنة تبان من الزبدة بتاعتي اهو بالمنظر ده. في المرحلة دي بقى نهدي النار من تاني. يعني أول ما توصل للمرحلة دي ارجع هدي النار خالص شمعة، لأنك لو سبت النار عالية هتتحرق منك الزبدة، مش هتلحقيها، لأن هي أول ما بتفصل ثواني وبتكون جاهزة معاكي. ايدك فيها على طول تقليب كده، ابدأ قلبي لغاية ما تلاقيها بدأت تفصل من بعض. وبعد كده هتبدئي بقى تاخدي منها السمنة. شايفين عملت ازاي؟ كل ما تروح مع الوقت بتلاقيها بتفصل اكتر بتفصل اكتر، في ثواني كده بتجهز معاكي. انا هنا شايفين اهو المنظر، هوريكم المنظر اهو بالشكل ده. شايفين هنا السمنة بدأت تبان خالص كده من على الحواف بتاعت الحلة اهو، وبدأت تبقى صافية. شايفين اللون صافي ازاي؟ تحفة. بالأمانة ريحتها خطيرة. انا ما ضفتش ملح ولا هضيف ملح
طالما الزبدة بتاعتي انت دقتيها وحسيت ان فيها ملحان. لو دقتي الزبدة بتاعتك قبل ما تسيحيها لقيتيها عادمة شوية، هتضيفي لها هنا في المرحلة دي في الاخر حوالي كده ربع معلقة صغيرة من الملح. انا هنا خلاص الزبدة بتاعتي استوت وتمام، شايفين المرتة عاملة ازاي عايمة من على الوش. كل ده هيهبط في الحلة. انا في المرحلة دي طفيت النار خلاص، بس طبعا سخنت الحلة لسه شغالة. شايفين السمنة صافية ازاي، خطيرة. هديها تقلبتين كده بس عشان سخنت الحلة، وبعد كده هشيلها من على العين دي خالص وهسيبها لغاية ما تبرد تماما. هبتدي اعبيها بعد ما تبرد من السخونة بتاعتها في البرطمانات بتاعتي. لازم بعد ما تطفي النار تديها كده تجلبتين عشان سخونة الحلة ما تحرجش معاكي الأرضية بتاعت الزبدة من تحت. شايفين السمنة، شايفين صافية ازاي ولونها ذهبي. سبتها كده لما بردت خالص وبعد كده هعبيها، بس يكون فيها دفيان خفيف عشان اعرف اعبيها، لان لو انا عبيتها بعد ما هتبرد خالص هتتجمد معايا. البرطمانات بتاعتنا تكون نظيفة ما فيهاش ولا نقطة مية، لازم تكون ناشفة تماما، سواء بقى برطمانات جزاز او بلاستيك زي ما انت حاب. عبيها براحتك بس لازم تكون ناشفة تماما من المية، دي أهم حاجة، لأنك لو فيها نقطة مية واحدة هتبوظ لك السمنة. هنا هنعبي البرطمان بالشكل ده بالسمنة بتاعتنا. هي بدأت تجمد اهو لأن طبعا الجو برد خالص، لكن شايفين بقى منظرها خطيرة بالأمانة وريحتها تحفة. زي ما قلت لكم أنا ما ضفتش ملح خالص. هنا بقى هبتدي المادة اللي هتحفظ للسمنة بتاعتي وتخلي ريحتها تحفة، الفلفل الأسود الحب ده. هحط كده حوالي 10 حبات من الفلفل الأسود في البرطمان. حبة تكتر حبة تقللي مش هيأثر خالص، لأن احنا حاطينه صحيح. اوعي تحطيه مفروم، لازم يكون صحيح. بعد كده هعبي كمان البرطمان التاني، وعندي برضو برطمان بلاستيك هعبيه. يعني كده أنا هعبي كل كمية السمنة، وبرضه هحط لهم في كل برطمان كده حبات الفلفل الأسود بالشكل ده. وادي السمنة معي. هنرجع بقى للحلة بالمرطة بتاعتنا. شايفين أنا طفيت عليها ولسه فاتحة. طب ليه ما كملتهاش ليه على النار بالمرة؟ كده ضمنتي ان السمنة بتاعتك طالعة لونها فاتح وصافية. وحتى لا قدر الله لو الحبة الاخرانيين دول انا رجعتهم على النار تاني، برضو النار بتكون هادية، لا قدر الله لو اتحرقوا مني كده، يبقى انا ضمنت السمنة بتاعتي في الامان، لان طبعا الحاجة غالية فخسارة ان هي تبوظ مني. فهنا هنبتدي نقلب بقى المرتة دي على النار. تفضلي تقلبيها كده حوالي 5 دقايق لغاية ما تستوي معاكي، وبرضه هتفصل وهتطلع معاكي برضه كمية سمنة حلوة هتصفيها في الآخر. شايفين هنا لون المرتة بقى في الأول كان لونه بيج شوية كده، يعني سكري غامق، هنا خليته على اللون البني الفاتح كده برضو تمام. وهطفي برضو عليها النار في المرحلة دي، لأن مع سخونة الحلة هتحمر زيادة. لو نفرض إن هي حمرت منك على النار هتشيليها خالص من الحلة في طبق عشان ما تكملش من السخونة وتحمر بزيادة. شايفين الحلة شفافة من تحت، ولا شاطت ولا لزجت ولا اتحرجت ولا أي حاجة. طول ما انت عاملة السمنة على نار هادية هتطلع معاكي مظبوطة وهتطلع معاكي صافية ولونها شفاف وحلوة جدا. عبينا السمنة بتاعتنا وحطينا فيهم الفلفل الأسود، وادي المرتة بتاعتنا كمان اهي بالشكل ده. شايفين بالأمانة كده ريحتها تحفة. لو عملتيها بنفس الطريقة هتفضل معاكي طول السنة زي ما هي. طيب هحفظها ازاي؟ انا هنا بعد ما عبيتها في البرطمانات هسيبها لما تبرد تماما وبعد كده نغطيها. لو حابة تشيليها في التلاجة ما تشيليهاش غير لما تتجمد بره، يعني هي ساعة بالظبط وهتلاقيها اتجمدت. جمديها بره الأول، هتفضل معاكي مرملة طول السنة وهتبقى تحفة. حابة تسيبيها كده بره في المطبخ في على الرخامة، سيبيها برضه هتقعد معاكي مش هتغير لون ولا طعم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ودي طريقتي في تسريح السمنة. ولو حد عنده طريقة مختلفة يكتب لنا في الكومنتات، وكلنا بنتعلم من بعض. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. واستنوني في فيديوهات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار صون. أحلى سمنة هتعملوها النهاردة. أشوفكم على خير.